مبادرات ودعوات ونداءات هي ما تتلقى الخرطوم من المجتمع الدولي والإقليمي لوقف الحرب بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع، وذلك لتحقيق هدنة يعقبها تفاوض. لكن بيانا للخارجية السودانية أكد أن لا حوار مع من سماهم البيان بالمتمردين، وأنه لا خيار سوى واحد من اثنين: إما الاستسلام أو القضاء على التمرد. وهذا موقف جديد يبدو مستدركا على ما أعلن من قبل بإمكانية عقد لقاء بين ممثلين عن الجيش وعن الدعم السريع في جوبا عاصمة جنوب السودان وفق مبادرة للإيجاد تتضمن هدنة وحوارا. بيد أن مبادرة الإيجاد لم تحدد على ما يكون التفاوض بين الجيش وبين قوات حميتي المتمردة عليه بحسب وصفه لها. والدعوات إلى وقف الحرب التي تساوي بين الطرفين ربما تنزع إلى رؤية الصراع المسلح وفق نموذج كلاسيكي في الصراع على السلطة يقوم عادة بين الرئيس وبين نائبه، وتتهم هذه المقاربة بأنها تغيب بجهل أو بقصد طبيعة الصراع، وهي كما يراها الجيش السوداني تمثل قفزا على حقيقة أن الجيش يخوض حربا في مواجهة قوة مسلحة تمردت عليه. بل انتقد فريق من السودانيين إسقاط المجتمع الدولي بثلاثيته المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، ومن رباعيته المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية. انتقد إسقاطهم من الحساب طبيعة الدعم السريع وهيكلية قيادته التي يمثلها الأخوان دقلو. إنه الوضع العسكري الذي نشأ ونمى وتضخم في كنف العسكرية السودانية، وساهمت بعض القوى السياسية المدنية في شرعنة وجوده بعد الثورة، حتى تحول من قوة عسكرية ذات مهام خاصة إلى نفوذ سياسي وعسكري. ربما ارتأت هذه القوى السياسية أن تجعل منه جسرا تمشي عليه إلى فردوسها الديمقراطي. وقد كان حميتي شديد الضيق بفكرة الديمقراطية حين كانت الشوارع لا نشيد لها غير المطالبة بالديمقراطية والحكم المدني. والديمقراطية اللي الناس بيتكلموا عنها دي احنا اللابسين الكاكي ديل والله هنجيبها لكم دور كده، نجيبها لكم الديمقراطية دي بس نفتشها كده لغاية ما نحن كده نحكها لغاية ما نوصلها لنهايتها. بداهة هناك من السودانيين من يؤمن بأن معركة الجيش تبدو معركة تصحيح الأخطاء والخطايا التي ورد موردها الآثم العسكر والسياسيون جميعا بالتغاضي عن التشوهات الهيكلية البائنة في جسد الدولة السودانية، وهو ما انتهى بالثورة السودانية إلى واقع ينكر فيه آخرها ما كان من شأن أولها، يوم كانت الأحلام كبيرة قبل أن تتقزم بذرائعية نفعية جهدت أن تحجب نذر الحرب وإرهاصاتها حتى قامت بين يديها تفتح عيون الجميع على ما تعاموا عن رؤيته، وهو حقيقة أنه لا يوجد بلد في العالم بجيشين. وهذه الوضعية غير السوية للدولة السودانية هي ما عكف المجتمع الدولي على التعاطي معها لاصطناع ديمقراطية يخلقها تخليقا من نقائض الحالة السودانية لتحقيق تحول ديمقراطي يحمل عوامل فنائه في داخله، وهي خلاصة ما كان يشذ عنها رأي خبير بالشأن السوداني. وبهذا المعنى فإن الحرب تبدو بتكاليفها الإنسانية الباهظة من موت ودمار ونزوح ولجوء هي الثمن الذي يدفعه السودانيون رغم فداحته وعظمه لاستنقاذ الدولة السودانية من السقوط في يد قوة عسكرية شادت إمبراطوريتها المالية وجيشها وأتباعها الاقتصاديين لا ينقصها إلا حيازة السلطة كاملة، فيكون الأمر قسمة بينها وبين رعاتها الإقليميين والدوليين. يقول مؤيد الجيش: لكم يبدو الثمن فادحا لتجنب تلاشي الدولة السودانية.